لو في السنة الجديدة عايزة تعرفي تكملي في الدايت وتخسي وتعرفي تحافظي وتعيشي لايف ستايل صحي وتحلي كل المشاكل اللي ليها علاقة باستمراريتك في الدايت، تابعي الفيديو ده للآخر. أول وأهم حاجة تعمليها علشان تقدري تستمري في الدايت هي تغيير الهوية. يعني أنا بتخيل نفسي إن أنا فعلا وصلت للوزن اللي أنا عايزاه وعايشة الحياة اللي أنا عايزاها بحقه حقيقي، وببدأ ابرمج هويتي على الشكل ده. يعني لو انت مثلا عايز توصلي 60 كيلو وليكن انت 100 كيلو، البنت اللي واصله 60 كيلو ومحافظه على 60 كيلو دول هتلاقيها ان هي بتتمرن، هتلاقيها ان هي مظبطه اكلها باستمرار. فوانتي كده كده عشان توصلي لها لازم تلتزمي بالدايت ولازم تتمرني. ما تبقيش بقى في دماغك اللي هو انا بلتزم بالدايت وبتمرن عشان اوصل ان انا ابقى 60 كيلو. لا، انا بجهز هويه البنت اللي 60 كيلو دي. عيشي مع نفسك كانك 60 كيلو، ودي الهويه بتاعت البنت 60 كيلو وانت بتجهزي نفسك ليها. فاهمه قصدي؟ دي اهم حاجه. دربي نفسك على دي، لان من غيرها مش هتعرفي تكملي في الدايت. واي حد بقى يقولك دواء ومش عارفه تخسي قد ايه، المشكله مش في الحاجات دي كلها، حتى لو خسيتي هترجعي تاني. تمام؟ فتغيير الهويه بيخليكي قادره تشوفي نفسك بالشكل الجديد. تاني حاجه البيئه المحيطه بيكي. لو انت معاكي، انا دايما لما بتيجي مثلا بنوته، حتى كان لسه في بنوته من قريب كانت مشتركه معايا وبتقولي معايا صاحبتي هاخدها معايا الجيم، هدخلها معايا زماله مدمنين الطعام، هعمل. قلت لها مالكيش دعوه بيها، مالكيش دعوة بحد واقع وانت لسه بتقفي على حيلك. خلي البيئة بتاعتك فيها ناس النمو في دماغهم. انت لو رحتي جيم مثلا هتلاقي نفسك في الجيم ده بتبقي وسط بنات بيتمرنوا نظام اكلهم صحي، مقاسات مختلفة ما شاء الله، تخينة قوي، رفيعة، متوسطة، خست، عملت. فهتلاقي نفسك ايه، البيئة بتاعتك، المحيط بتاعك ايجابي. السوشيال ميديا، المحلات اللي بتلاقيها حاطه اعلانات لاكل وكده، اعملي انفولو للحاجات دي كلها. وانتي بس لو يعني بحثتي مثلا جيم، ورك اوت، دايت، الحاجات دي كلها هيجيلك ناس كتيره قوي لايف ستايل بتاعها هيلثي. ابداي اعملي لهم فولو او اقفي على الاكونتات بتاعتهم شويه، هتلاقي السوشيال ميديا بتاعتك بقى هو ده شكلها. البيئه المحيطه بيكي هتحسسك ان انت مش لوحدك، مش انت لوحدك اللي بتعملي دايت وطالع عينك عشان تخسي. في ناس كتيره زيك، لان المحيط اللي حوالينا، اغلب اللي حوالينا هتلاقيهم بياكلوا من بره، هتلاقيهم بياكلوا غلط، فانتي هتفضلي دايما حاسه ان انت غريبه ولسه ما شفتيش الحافز اللي يخليكي عايزه تكملي. لكن انتي لما تبقي محاوطه نفسك، محاوطه السوشيال ميديا بتاعتك، محاوطه نفسك بالناس اللي حواليكي، دي طبيعه حياتهم، هتحسي ان ده العادي فهتعرفي تكملي. النقطه اللي بعد كده الجيم. انا دايما حتى لما بتيجي البنات تشترك معايا بقول لهم انا ممكن اظبط معاكي الدنيا لو كسلتي مثلا تظبطي الاكل، لو وقعتي يوم، الكلام ده كله. بس الجيم لو انت اتفقتي معايا على 3 مرات، انا عايزه 3 مرات حضور في الجيم. الجيم مبدئيا بجد بيظبط الدوبامين، في البدايه بيبقى رخم بس بعدين بتدمنيه، بيظبط لك الدوبامين. الجيم بيسهل حصولك على النتيجه وبيخليكي ما تترهليش. محيط الجيم زي ما قلت لك عشان البيئه المحيطه بتاعتك، وبيعلمك الالتزام بشكل مش طبيعي. وبالمناسبة بيسرع النتيجة في الشكل مش في الميزان، لأنه بتزيدي كتلة عضلية، بيسرع النتيجة في شكل، بتحسي إن شكلك اتحسن أصلا. النقطة اللي بعد كده أولوية الدايت بشكل عام. اللي أنا عايزة، لو أنت بتتابعي مع حد أو ماشية لوحدك، أنا حتى البنات اللي معايا أنا مدياكي الوجبات، اقعدي مع نفسك في أول الأسبوع اكتبي هاكل السبت كذا، لحد كذا، الاثنين كذا، الأسبوع كله معايا مجهزة وجباتي، مجهزة حاجتي، هوب 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 الأكل بيتعمل في السريع. لو أنت قعدتي وقت مش عارفة تاكلي ايه، في الغالب هتأكلي. فخطة الأكل بتاعتك تبقى محطوطة، محسوبة، جاهزة، مريحة دماغك، عارفة خلاص إن أنا هاكل كذا، مش هشغل دماغي كتير في الأكل. النقطة اللي بعد كده برضو ممكن يبقى ليها علاقة بيها شوية، هي إنك تبقي في الوقت اللي عندك فيه طاقة تجهزي. يعني بنات كتير مثلا حاجة زي موضوع الجيم ممكن ما تروحش الجيم عشان هي هدومها مش جاهزة. فأنا عايزاكي في الوقت اللي عندك طاقة تجهزي كذا طقم للجيم. والجيم مش لازم خالص هدوم رياضية، يعني ممكن اللي تقدري عليه، تمام؟ بس تبقي مجهزة كده، دي هدوم الجيم اللي هو أنا لو كسلانة مش هكسل، هاخد أي حاجة وأروح بيها. جهزي الجو بتاعك اللي يأهلك إنك تعرفي تكملي. النقطة اللي بعد كده مهم جدا تنامي كويس، لأن انت لو ما نمتيش كويس هتلاقي نفسك بالنهار جعانة، وهتلاقي نفسك بالليل السهر هيخليكي أصلا تاكلي. لأن بالليل لو انت مثلا ليكن عاملة صيام متقطع وانت قلت ايه، لا ده انا هسهر بقى وكده، فهتلاقي نفسك تلقائيا بتكسري الصيام. زهقانه فهتاكلي، مخنوقه وتقعدي بقى تفتكري الماضي والحاضر والمستقبل فهتاكلي. انا ما شفتش ست حلوه مقصره في حق النوم. يعني حتى هيفا وهبي كانوا بيسالوها بتعملي ايه في وقتك، قالت انا اي وقت بلاقيه للنوم بنام. نامي بالليل كويس، نامي كويس عشان هرموناتك تتظبط،
عشان كل حاجه في حياتك تبقى متظبطه احنا عايزين سيستم. انا عايزه سيستم. البنت الهويه الجديده اللي انت بتخلقيها دي بنت عندها سيستم في حياتها، فانا عايزه سيستم في حياتك. نامي بالليل واصحي الصبح. حاولي تعيشي اجتماعيات بس مع ناس ايجابيه وكويس. ابعدي عن اي حد بيوترك وبيسحب طاقتك والكلام ده كله، بجد اكتر الحاجات اللي هتوديكي للاكل. وعيشي اجتماعيات مع ناس كويس. شوفي صحبه كويسه، شوفي حد كويس حتى على السوشيال ميديا. حاولي تعملي حياه مع ناس ايجابيه، لان ده فعلا فعلا بيقلل جدا من رغبتك في انك تعكي او تبعدي. فكره المديتيشن، فكره الهدوء، فكره الكتابه، ناس كتيره جدا بتاكل وبتبوظ الدايت عشان هي جواها مشاعر سلبيه قوي مش عارفه تتعامل معاها فبتروح للاكل. فانتي تاملي، صلي الصبح كده، اعملي لنفسك روتين كده ان انا بعد ما اصلي الفجر هقعد هاديه كده شويه مع نفسي اتامل. اكتب الحاجات اللي جوايا، على طول تفرغي الحاجات اللي جواكي، اي فكره جواكي اكتبيها، حاجه مضايقاكي اكتبيها، طلعي بصوت عالي عشان بجد والله العظيم الاكل يعني من الاسباب اللي بتخلينا نبوظ الدايت هي الضغط النفسي. فاحنا بنحاول نروق على نفسنا في الضغط النفسي. النقطه اللي بعد كده، حطي اهداف تانية مع الدايت غير الدايت، يعني غير ان انا اخس يعني. آه لو انت جيتي خستعك معاكي، يعني التزمتي مثلا وخست لك 3 4 كيلو وبعدين قمتي عكه وقت، وده بيتكرر كتير، شعورك ان انت هتخسي بيقل، فبتلاقي نفسك ما عندكيش شغف انك ترجعي تاني عشان انت عارفه انك هتعكي تاني. طب لو انت حاطه ان انا لا، ده انا هرجع اكل كويس عشان اخس وعشان صحتي تبقى احسن، عشان الهضم عندي يبقى احسن، عشان بشرتي تبقى احسن، فاذا انت حطيتي حاجات تانية مع الدايت، مع ان انا اخس، فهتلاقي نفسك الرجوع بيبقى اسهل. لان اوكي لو خيشت في نزول الوزن فهي مش هتخيش في الحاجات التانية. وانتي اوفر ويت اهتمي بلبسك. وانتي اوفر ويت حطي ميك اب. ما تستنيش لما اخس عشان اعمل الحاجات دي. اشتري هدوم تبقى اللي هي ايه، ينفع تلبسيها وانتي خاسه وانتي رفيعه، الحاجات اللي هي اللي طالعه الشميزات الحاجات دي كلها. ليه؟ عشان تلبسي ويبقى شكلك حلو. ده بينزل من على دماغك اللود والضغط النفسي بتاع انا لما اخس هلبس، انا لما اخس هعمل. ده بيحطك تحت ضغط كبير ويخليك ما تعرفيش تكملي. فلما تقولي اوكي ماشي انا بلبس براحتي وبعمل اللي انا عايزاه وانا اوفر ويت، ده بيسرع معاكي انك تخسي. النقطة الأخيرة، حطي أهداف في حياتك غير الدايت. يا جماعة في ناس حرفيا ما عندهاش حياة، ما عندهاش أي حاجة، هي بتقعد ماسكة التليفون طول النهار وعايزة تخس ما يبقاش وراها غير الدايت. لا، حطي أهداف، شوفي حاجة عايزة تعلميها، عايزة تحلي مشكلة في بشرتك، عايزة تحلي مشكلة في شعرك، حاجة تلهيكي وتخلي وقت الدايت يمشي أسهل. بس أتمنى الحاجات دي تكون فادتكم. لو عايزين تشتركوا معايا بعتيلي رسالة على واتساب على الرقم ده، أو ابعتيلي على الأكاونت هنا. بجد انا عامله عرض حلو قوي حاليا ولسه فاتحاه مش عارفه هوقفه امتى، فالحقوا استفيدوا بيه لان المتابعه حاليا فعلا بتختلف تماما في كل حاجه. بس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.